ونقول ايه؟ ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. النهارده عاملين فيديو ضرب نار، دسم دسم دسم، كله دسامة. يلا نصلي على الحبيب ونبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على الحبيب، ونقول عملنا ايه. معانا كمية بصل ضربناها في الكبة، اخدنا نصها هنعمل بيه حاجة، هقول لكم هنعمل بيه ايه دلوقتي. والنص التاني حطيت على النار حلة وحطيت فيها كبشة سمنة محترمة كده، ونزلت فيها الكبد والقوانص اللي معايا. مسكتها، انا مش بحب اقطعها يا حبايبي، بحب اضربها في الكبة تبقى زي اللحمة المفرومة كده فوق البصل، وضربتهم كلهم ونزلت بيهم في اي مادة دهنية معاكي، مراية زيت سمنة اي حاجة معاكي، بس السمنة البلدي لا يعلى عليها طبعا. تبلتها بقى فلفل اسمر وملح، وواحدة واحدة كده شوحتها، ورقتين لوري يطلعوا الريحة الجميلة بتاعتنا. واول ما حسيت انها خلاص اتعصجت، انزل بنص كيلو رز. نص كيلو رز بلدي بتاعنا المصري دوت، غاسلينه ومش ناقعين، مغسول بس يا دوب. قلبي بقى فيه لحد ما تحس ان هو ايدك اتلسعت منه. ميه مغليه، وننزل عليه. مش بننزل بكل مقدار الميه بتاعته يا حبايبي، بننزل بنص المقدار تقريبا، يعني الميه ما بتغطيهوش. ونغطي عليه كده زي ما انتوا شايفين، ويلا على الصينيه ونفرده عشان يبرد تماما، لان احنا مش هنتعامل معاه الا لما يبرد. يلا نجيب بقى الحمام بتاعنا. عرفت هنعمل ايه؟ حمام، دي حمامة مقطوعة، ولا كأننا شفنا حاجة. مرات ابني شاطرة ما شاء الله عليها، قالت لي هات اغفقهولك يا امي، قلت لها هتقطعيه؟ قالت لي لا مش هقطع. المهم قدر الله وما شاء فعل، ما جاتش من حمامة. كده الرز بتاعنا برد خالص تماما. ولازم التركاية دي عشان الرز الحمام ما يفرقعش منك، لان لو انت استعملت الرز سخن، ده اللي بيبقى عامل اساسي لفرقعة الحمامة منه. تحشيها كده تحت الجلد وجوه الحمامة، ونحشيها من الزور. كان في عندنا كده كام قنصاية ما اتضربوش، نحطها على اخر الرز. والجناحات دي لازم ترجعيها لورا عشان تبقى شكل الحمامة معاكي ايه، قشطة كده زي ما انت شايفة. تكسري الجناحات. ايه يا دود استني. تحشيها من الزور من فوق، وتحشيها من تحت وتحت الجلد. وتكتفيها اي جزء معاكي باقي كبده وقوناصه مش باقي حاجه، اقفليها هي بتتقفل تمام. نضفي بقى، وزي ما قلت لك كده ترجعي الجناحات بتاعتها لورا. كده خلصنا الكميه بتاعتنا. وادي اللي مرات ابني عملت لها عمليه جراحيه، خيطتها بالخله. واحنا الحمام بتاعنا ده احنا مش هنسلقه، حطيته في صينيه كل واحده بعيده عن اختها عشان تاخد مساحتها. لما بينتفخ طبعا، وانتوا عارفين الرز لما بيستوي الحمامه بتزيد حجمها. حطيت حوالي كوبايتين اتنين ميه بتغلي، ورقتين لوري، شويه ملح، كأنك بتحدقي اي ميه هتسقطيها فيها. شويه فلفل اسود بقى، رشه فلفل اسود حلوه كده عشان الريحه، واحنا طبعا غاسلينه ومخلينه زي الفل. بصلايه بنقطعها جوانح. قطعنا البصلايه خلاص كده. احنا حاطين الفرن على 180 درجه مولعينه عشان يستقبل الحمام، يكون النار بتاعته عاليه. يلا بورق الفويل بقى ونغطيه. ورقة واحدة لا مش هتكفي طبعا، لازم نكمره عشان ده هيستوي على البخار اللي احنا حاطينه. حاطين كوبايتين اتنين مية، ولازم يستوي على البخار ده، فلازم ياخد مساحته تقريبا ساعة في الفرن. حطيت عليه 3 ورقات خلف خلاف كده، والفرن ولع معايا على 180 درجة. دخلنا الفرن ونشوف بقى عملنا ايه تاني. هنا طبعا عملت معاكم التسبيكة بتاعت المحشي قبل كده كذا مرة، سبكتها وانا واقفة. جبنا الرز بتاعنا. انا هنعمل بقى النهارده حاجات كده مشكله كده، مش قادره اقول لكم. جبت حوالي كيلو ونص رز زي ما احنا متفقين، فلفل اسود ملح نعناع كزبره ناشفه بس. وحطينا الخضره الصلصه اللي احنا مسبكينها. مفاجاه، المنبور، العيش المنبور ده
طبعا انا بحب الممبار، انا يا حبايبي بعمله نفس التخديعه بتاعه المحشي، مش بعمله ني في ني. خلاص كده عبينا المحشي، وطبعا اخدنا نصه، عملنا بيه البتنجان والفلفل والكوسه الاول عشان ما نزفرش الرز، والباقي اخدناه حشينا بيه الممبار. هعمل لكم حلقه خاصه كامله مكمله عن الممبار اللي هو بيتعمل ني في ني، من تنظيفه من الالف للياء ان شاء الله. غليت ميه، حطيت فيها فلفل اسود، ورق لوري، بصلايه متقطعه، وانزل بالممبار. بصوا اول ما بتنزلي بيه الميه بتغلي طبعا، بيلم معاكي وبيشد في لحظه، ما بيكملش ثواني، على بال ما بتحطي الواحده التانية صباع والتاني تبص تلاقيه لم معاكي. بصوا هوريكم دلوقتي، بصوا جمع كده ولم من الجنبين ازاي. وطبعا انت لما بتمليه ما بتملوش على الاخر، فبتبص تلاقيه ما بينزلش رز خالص في الحله بتاعتنا ولا في الميه. يلا نغطي عليه بقى ونسيبه، ونرجع تاني للمحشي بتاعنا عشان هو كمان نسقيه. عملت له شوربه كدابه، شويه شوربه ومعلقه سمنه بلدي، فلفل اسود، ملح، ورقه ماجي. حابه تحطيها حبه، مش حابه ده اختياري، وانا احطه على النار. خلاص كده الحمام بتاعنا طلع. الله على الجمال، ايه الحلاوه دي. يلا بقى نبدأ بقى ايه، نشوف هنعمل ايه ونجهز الحاجة بتاعتنا. دول شوية لبن بيدوكي لون تحفة للحمام، بيغيروا لك يعني شكل الحمام في القلية والتحمير كل وجزئي. تقلبيه كده، بصوا بصوا الجمال، ايه ده، ايه الحلاوة دي. بصوا ده السر بتاع شوية اللبن اللي احنا حاطين. نص كوباية لبن وتقلبي فيها الحمامية بتاعتك، وانزلي في زيت سخن 50%، وهتبص تلاقي الحمامة بتاعتك ادتك اجمل لون. يلا الممبار بتاعنا كده خلاص، نبدأ نحمره على نار هادية. بصوا الله على الجمال، بصوا الجمال، الجمال عدى الكلام. بصوا تحفة ازاي، مش قادرة اقول لكم ولا اوصف لكم على ريحته ولونه وجماله. هنا بقى يا حبايبي كنت عملت الجلاش، دي لفة جلاش عملتها بالسكينة، مش قادرة اقول لكم، وعملتها باللحمة المفرومة وبالمقطع كده قطعها. الله على جمالها وعلى ريحتها كده، عشان الجريمة الكاملة تكتمل معانا الأكلة الجميلة. بصوا مورقة وتحفة ازاي. قرن الفلفل الألوان ده يا حبايبي مش قادرة اقول لكم بيفرق ازاي في طعم التعصيج. يلا نرص بقى الصينية بتاعتنا الجميلة دي. ايه الحلاوة دي، بصوا لون الحمام، لون مميز وتحفة، وكان طعمه خطير خطير خطير. دي صينية الأكيلة يا حبايبي، صينية العمالقة أو العشاق بتوع الأكل الدسم. رصينا كده البتنجان، وادي الجلاش بتاعنا القمر ده كده. الحمام بصوا الكفتة، هعمل لكم فيديو للكفتة وفيديو للجلاش. والمحشي طبعا احنا عارفينه. هنا الملك بتاعنا الحمام. ماشي يا احمد. يلا نرص بقى النص، حطينا جنب للحمام وجنب للكوسة والفلفل والبتنجان، وركن تاني اخد الجلاش القمر بتاعنا، وركن في النص كده حطينا بقى رصين. ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده. اقسم بالله كانت صينية عمالقة. عارفين يعني ايه عمالقة؟ هعمل لكم في فيديو مخصوص الكفتة، وفيديو للجلاش، وفيديو اللهم صل على النبي للمنبور. بصوا الجمال، ايه الحلاوة دي. كنت عازمة حبايبي وحبايب الحبايب، كل اللي كال منه بألف هنا وشفا على قلبه. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش بدعوة حلوة ولايك وشير. يلا يا قمر لايك، اوعي تنسيني في اللايك. لايك وسبسكرايب لتيتا زوزو عشان يوصلك كل جديد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.